واقف تقليب واعمل سيف للفيديو دوت لو انت حابب تروح اسكندريه يوم صد رد ومش عارف تروح فين. يا عم بصور خد. هو هتاكل ايدك يا جدع. خد دي خلاص خلصت. وهحاول اختصر عليكم بقدر الامكان وما اتكلمش كتير في الفيديو عشان تركزوا في الاماكن دي. واول حاجه عملناها جهزنا شنطتنا ورحنا خدنا 2 بنانا قبل ما نركب القطر. يا اخوانا اللي في الطياره انا اتشفطت. يا يا ناس يا هو. والحمد لله رحنا بالسلامه. اول حاجه رحناها هو مطعم محمد احمد دوت، مطعم بتاع فول بس بيقدم الفول بطريقه مختلفه. طبعا انا ما اكلتش من الفول، رفيق هو اللي كل الفول كله وانا ركزت مع البنجر عشان مفيد. ودلوقتي احنا هنطلع على المتحف اليوناني الروماني واللي التذكرة بتاعته بتكون حوالي 10 أو 20 جنيه. It also to adjust the propping when it's way down. ودلوقتي احنا داخلين على الكاتاكومب أو اللوكالي اللي هو اتمثل فيه المداح الجزء السادس أو الخامس مش فاكر، وبعديها هنطلع على عمود السواري. Hier die Statue von einem Mann. وساعات بتمنى اني اشوفك او حتى اشوف منك طيفك مع حلم جميل. وده مطعم سمك معفن منصحش حد ياكل منه، بس احنا رحنا له فقلنا نصوره بالمرة. وطبعا منسيناش نروح ألبان سويسرا. ابني غرغر يفطر سويسرا يتغدى سويسرا. ودلوقتي انا ورفيق واحنا بنتخانق مين هو اللي هياكل الرز بلبن الاول، لانه هو عليه حاجات غريبة جدا. متنساش تخش على حديقة الحيوان اللي في اسكندرية والتذكرة بتاعتها بتكون ب5 جنيه، وجوه برضو في متحف دخوله ب5 جنيه، ده غير بيت الزواحف اللي ب5 جنيه برضو. يلا نأكل حيوانات شوية عشان ما يبطكش. يا عم بصور خد. خد دي هو هتاكل ايدك يا جدع. خد دي خلاص خلصت. ايوه وما تنساش لو عجبك الفيديو دوت اعمل له شير لصاحبك، وما تنساش تعمل لايك وكومنت